الا مشى بنظم مشات ناحيتنا صافي الحياه ديالنا مشات مره. فين كان هذه 40 50 سنه يا 40 سنه فين كان؟ حضرت المحكمه قلت له علاش، قال لي راه مول الارض ذهب، قلت له مول الارض حتى اليوم عاد ذهب. انقل نهار اللي جاو الاستدعاء ماشي تحت الزنقه. وانا ما عرفش، انا عمري ما حضرت في المحكمه ولا في الكوميساري ولا عند شي واحد. الناس ديال طنجة كانوا ناعسين ما عليهم ما بيهم، حتى فاقوا على الاستدعاء ديال المحكمة. شنو واقع؟ شركة عقارية رفعت دعوة في المحكمة كتطالب باسترجاع الأرض ديالها بحكم دوك الناس ساكنين فيها بلا قانون وما عندهمش التيتر ديال الأرض وراهم محتلين أرض يا سيدي القاضي، ولقاو ليا الحل دابا. حضرت المحكمه قلت له علاش، قال لي راه مول الارض ذهب، قلت له مول الارض حتى اليوم عاد ذهب. انت كيفاش محتلين الأرض ديال الشركة؟ زعما العسكر والدبابات وجاو دخلوا ليها وسكنوا فيها؟ فين كان هذه 40 50 سنه يا 40 سنه فين كان؟ هاد مول الارض فين كان؟ الساكنة ديال الحومة تيقولوا أنهم ساكنين فيها لأكثر من 50 سنة، شباب وشياب خرجوا للحومة ديالهم وتيقولوا اللهم إن هذا منكر، ديورنا بنيناهم وطلعناهم على كتافنا، وهاد الحومة خرجت قضاة ومحامين أكثر من 50 عام. فين كانت هاد الشركة وعلاش ما طالباتش بحقها حتى لهاد العام؟ حنا سكننا وعشنا هنا وكبرنا هنايا وتربينا هنايا. الشركة كتقول أن الأرض اللي هي أكثر من 14 هكتار ديالها وبسميتها. يلا جمعوا حوايجكم لا تباتوش هنا. الساكنه اللي هما الناس ديال الحومه تيقولوا انهم ما شراوش من هاد الشركه اللي هي رافع عليهم الدعوه، شراو من عند مغربي وهذا مولاها يهودي وبغى يخرجهم بالعاني وغيضد فيهم. اكثر من 60 عائله، اكثر من 60 دار توصلوا باستدعاء باش يجيو للمحكمه ويقولوا ما يفيد على اساس ان هاد الارض وهاد الديور ديالهم وفي الملك ديالهم. كتوصل تقريبا يعني 65 يعني استدعاء اللي وصلت حاليا، يعني عامل لهم تماك يعني في استدعاء باللي يعني طرد المحتل. المحكمه هي اللي غادي تفصل ما بين الشعب اللي هما الناس ديال الحومه والشركه اللي كتعرف غير الارض ديالها. واش غادي تحكم المحكمه للشركه اللي عندها التيتر ديال الارض وما حدها رفع الدعوه على هاد الناس حتى عندها ما يبرر، وغادي تضطر انها تشرد مئات العائلات؟ وفين غادي يمشيو هاد العائلات؟ ولا خرجوا من ديورهم فين غادي يمشيو؟ شكون اللي غادي يقدر يهز هاد الناس؟ واش هاد العائلات اللي ساكنين في ديورهم لما يزيد عن 50 سنه زعما غادي يخرجوا ضاحكين وناشطين من ديورهم؟ انا ما عندنا فين نمشوا، ما عندنا فين نمشوا. انا قرماله وابني مات، عاود معايا مراته وولادو 3 دعوا باقيين صغارين، فغنمشوا غنسيبوهم. او المحكمه غادي تطبق قانون اخر والدوله هي اللي غادي تخلص وتتحمل الثغرات اللي كاينين في هذا القانون. والايام اللي جايه هي اللي غادي تورينا شنو غادي يوقع مع الساكنه والشركه. كنتم معي في قناتكم حكايه وعبره. السلام عليكم.